متحمس للفيديو ده. شركة تويوتا بعد الحرب العالمية الثانية واجهت تحديات كبيرة جدا في الصناعة، كان عليها ان هي تعيد بناء نفسها من الصفر تقريبا وتلاقي طريقة تشتغل بيها بأقل تكلفة ممكنة وفي نفس الوقت تحافظ على جودة المنتج بتاعها. ومن هنا بدأوا يطوروا اسلوب جديد في الانتاج اللي سموه الكايزن او التطوير المستمر. الاسلوب ده كان قايم على فكرة بسيطة لكن قوية، لو حصلت اي مشكلة في اي مرحلة من مراحل الانتاج بيقفوا ويحللوها علشان يفهموا السبب ويمنعوها انها تحصل تاني. والنهارده طبعا زي ما كلنا عارفين شركة تويوتا واحدة من اكبر شركات السيارات في العالم وبتعتبر مصدر الهام لنظريات حديثة في مجال محاسبة التكاليف. طب ليه بنتكلم عن تويوتا؟ الفكرة هنا اننا بنتعلم من نجاح الشركات الكبيرة زي تويوتا خصوصا في مجال زي التحكم في التكاليف، الكوست كنترول. زمان كانت مهمة محاسب التكاليف الكوست اكاونتنت انه يحسب تكلفة المنتج وبس، لكن دلوقتي الدور ده اتطور بشكل كبير وبقى متعلق بحاجات اعمق زي التحكم في التكاليف الكوست كنترول وكمان تقليل التكاليف الكوست ريدكشن. وده طبعا مش مجرد رفاهية، ده هدف استراتيجي لاي شركة عايزة تعمل ارباح في نهاية السنة. طيب ايه اللي محاسب التكاليف بيعمله دلوقتي؟ الدور الجديد لمحاسب التكاليف بقى متشعب ومليان تحديات. مش كفاية تحسب تكلفة المنتج لكن لازم كمان تخطط للمستقبل، وده من خلال انك انت تحط خطط مالية بلانين وبناء ميزانيات بادجيتنج مظبوطة. كمان تحلل الاداء، لازم تتابع وتفرق ما بين الاداء التقديري لبلانين والاداء الفعلي الاكتوال، وده علشان تقدر تحدد الفجوات وكمان تعمل كنترول على التكاليف. لما تحصل تغيرات غير متوقعة لازم تعرف ايه السبب وتتحكم فيها بسرعة. كمان تخفض التكاليف وده طبعا من غير ما تأثر على الجودة، وهو ده التحدي الحقيقي. طيب ليه الشركات مهتمة اكتر بالكوست اكاونتنت؟ زي ما كلنا عارفين اي شركة هدفها الاساسي هو تحقيق الارباح، وعلشان توصل للهدف ده لازم تسيطر على التكاليف وتزود الهامش الربحي. وهنا بيجي دور محاسب التكاليف واللي بيكون مسؤول عن تحقيق التوازن ده. مثلا لو عندك منتج بتبيعه ب 100 جنيه وتكلفته 70 جنيه يبقى هامش الربح 30 جنيه، لكن لو قدرت تخفض التكلفة ل 60 جنيه وده طبعا من غير ما تأثر على الجودة يبقى هامش الربح زاد ل 40 جنيه، والفرق ده طبعا ممكن يكون سبب رئيسي في نجاح الشركة. طيب ايه دور الكايزن في تخفيض التكاليف؟ الكايزن مش مجرد كلمة، ده مفهوم عملي بيستخدمه محاسبي التكاليف في كل المراحل. يعني لو حصلت مشكلة في الانتاج مش بيعدوها كده وخلاص، لا بيحللوا المشكلة ويرجعوا لسببها الجذري الروت كوز ويعالجوه. يعني مثلا لو لقيت ان في مواد خام كتير بتضيع اثناء التصنيع، اول حاجة تعملها انك تسأل ليه المواد ديت بتضيع. ممكن يكون بسبب عطل في الماكينات او ان العمال مش مدربين كفاية. لما تحل المشكلة بتقلل الهدر الويست وطبعا بتخفض التكاليف. في الكورس ده هنتعلم مع بعض ازاي نبني نظام محاسبة التكاليف لاي شركة، وده طبعا مهما كان نوع نشاطها. هنعرف ازاي نتعامل مع التكاليف الصناعية الغير مباشرة وازاي نوزعها على مراكز التكلفة. كمان هنركز على فكرة تقليل التكاليف مع الحفاظ على الجودة. يبقى اللي هتتعلمه في الكورس ده اول حاجة وضع نظام محاسبة التكاليف، هنشرح ازاي تبني النظام ده خطوة بخطوة وازاي تحدد مراكز التكلفة وتوزع التكاليف عليه. كمان التعامل مع التكاليف الصناعية الغير مباشرة، التكاليف ديت زي ايجار المصنع، المرتبات، الصيانة، هنشرح ازاي تحسبها وتوزعها بطريقة مظبوطة. كمان تقليل التكاليف بدون التأثير على الجودة، هنتكلم عن استراتيجيات عملية لتقليل التكاليف وازاي تطبق اسلوب الكايزن في شركتك او مصنعك. كمان في التخطيط والميزانيات ازاي تعمل خطط مالية مظبوط، ازاي تبني ميزانيات تعكس احتياجات الشركة. كمان في تحليل الاداء، الفرق ما بين الاداء التقديري والفعلي وازاي تعمل كنترول على التغيرات اللي حصلت. طيب الكورس ده مناسب لمين؟ لو انت شغال في محاسبة التكاليف وعايز تطور نفسك، او لو حابب تدخل المجال وتبدأ من الصفر، او حتى لو انت صاحب شركة وعايز تفهم اكتر عن إدارة التكاليف. والاهم اننا هنبدأ الكورس من الصفر، فما فيش داعي للقلق لو ما عندكش خلفية مسبقة. سواء بتحب محاسبة التكاليف أو بتحس إنها معقدة، الكورس ده معمول علشانك. كل الموضوع إن التكاليف تعتبر من الكريتيكال فاكتورز أو العوامل الحاسمة اللي بتأثر على نجاح أي بيزنس، وده معناه إن كلنا محتاجين نفهم تكاليف كويس، وده اللي إحنا هنعمله مع بعض خلال الكورس ده. وأحلى حاجة إن إحنا هنبدأ مع بعض فروم سكراتش، يعني هنبدأ الكلام من أول المفاهيم الأساسية، يعني اللغة اللي بنتكلم بيها في عالم التكاليف. فالفيديو ده والفيديو اللي جاي كل الغرض منهم إنك تكون فاهم المصطلحات اللي بتخص محاسبة التكاليف، علشان ضروري تكون عارفها وفاهمها كويس علشان ما تتكعبلش منه قدام. وعلشان تكون جاهز للشغل مش بس المذاكرة، انا مجهز لك باقة ادوات محاسبة التكاليف فيها ملفات اكسل جاهزة زي تحليل نقطة التعادل، تسعير المنتجات، تتبع المخزون، وتخطيط للطلبيات، وتحليلات تانية كتير. والميزة ان مع كل ملف هتلاقي كتيب بصور يشرح لك خطوة بخطوة ازاي تستخدمه، وكمان تقدر تسألني في اي وقت لو احتجت اي مساعدة. الباقة ديت هتوفر لك 3 حاجات مهمة، هتطبق اللي اتعلمته فورا بدل ما تبدأ من
من الصفر هتدخل اي شغل وتقول انا جربت بايدي تحليل وتسعير وتخطيط فعلي، هتوفر لك وقت وخبره جاهزه من شغل حقيقي. يعني بدل ما تقول مش عارف ابدا منين، هتبقى ماسك ادواتك ومستعد تشتغل. فلو حابب تحصل على الباقه هتلاقي لينك التواصل تحت في الفيديو او في اول تعليق، وسعرها رمزي جدا مقارنه بالقيمه اللي انت هتاخدها. نرجع بقى الفيديو النهارده. اول حاجه عايزين نعرف يعني ايه تكلفه. مصطلح تكلفه معناه تضحيه اقتصاديه مقابل عائد، وخد بالك ان التضحيه لو ما حققتش عائد ايراد بتعتبر خساره. يعني لو التكلفه اللي دفعتها ما جاش من وراها عائد يبقى التكلفه ديت اتحولت لخساره، ولو جه من وراها عائد يبقى التكلفه ديت حاجه من اتنين: اما هيكون مصروف ويروح قائمه الدخل، ودي اللي بنقول عليها البيريود كوست او تكلفه الفتره، زي مصاريف البيع والتسويق والمصاريف الاداريه، او ان الكوست ديت او التكلفه ديت هيتحول لاصل ويظهر في المركز المالي، ودي اللي بنقول عليها البرودكت كوست او تكلفه المنتج، زي تكلفه الخامات او العماله اللي بتشارك في الانتاج. بس خد بالك التكلفه هتفضل موجوده في المركز المالي في شكل اصل طول ما البضاعه موجوده في المخزن، بس سونر اور ليتر البضاعه ديت هتتباع، وساعتها التكلفه هتتحول برضه المصروف ويروح لقائمه الدخل. يعني من الاخر الكوست نهايتها دايما في قائمه الدخل. اللي انا عايز اقوله ان التضحيه او التكلفه ثلاث انواع. النوع الاول مصروفات اكسبنسز، ان انا اخد عائد خلال السنه زي الكهرباء والرواتب، وطالما التكلفه بيقابلها ايراد وتم الاستفاده منه فده مصروف وبيظهر في قائمه الدخل. النوع الثاني الاصول الاسيتس، اخد عوائد في المستقبل السنوات الجايه. الاصول ديت هي تكلفه بتساعدنا نعمل ايرادات في السنوات الجايه وبتظهر في المركز المالي. النوع الثالث الخسائر لوزس، يعني مفيش اي عوائد، زي اشتريت بضاعه مثلا وتلفت في المخازن. ولما نتكلم دايما عن الكوست لازم نعرف الفرق ما بين التكلفه اللي بتترمي على المنتج واللي بنسميها البرودكت كوست اللي هي التكاليف الصناعيه، والتكلفه اللي بنعتبرها مصروف وبنسميها البيريود كوست اللي هي التكاليف الغير صناعيه. طيب ايه الفرق ما بين البرودكت كوست والبيريود كوست؟ البرودكت كوست او تكلفه المنتج دي عباره عن عناصر التكاليف الصناعيه اللي بتتحمل على المنتج، وعناصرها الاساسيه الدايركت ماتيريالز اللي هي الخامات المباشره، اللي هي تكلفه المواد الخام او المواد الاوليه اللي بنستخدمها في انتاج المنتج وهي عباره عن الكميه في السعر. وعندنا كمان الدايركت ليبر او العماله المباشره اللي هي اجور العمال، وهي عباره عن عدد ساعات الانتاج في اجر الساعه. وكمان الاوفر هيد اللي هي التكاليف الصناعيه الغير مباشره زي المرافق، اليوتيليتيز، الكهرباء، الميه، الغاز، الايجارات، الصيانه، وكمان الاهلاكات. فممكن نتكلم عن رحله المنتج. المنتج بيروح المخزن والتكلفه ديت معاه، يعني التكلفه بتتحول لاصل اللي هو المخزون، وبعد كده المنتج هيتباع والتكلفه ديت هتتحول مصروف اللي هو الكوجز او تكلفه البضاعه المباعه. اما بقى البيريود كوست او تكلفه الفتره دي تكلفه مرتبطه بالفتره الزمنيه مش الانتاج، هتتحمل كمصروف في قائمه الدخل بمجرد حدوثها. زي ايه؟ زي مثلا مصاريف البيع، التسويق، المصاريف الاداريه والعموميه. وعلشان تكون فاهم دايما الهدف من حسابات التكاليف انها تقدر تحسب تكلفه الكوست اوبجكت او وحده التكلفه. وحده التكلفه ديت المنتج النهائي، سواء بقى كانت سلعه او خدمه اللي الشركه هتبيعها، تكلفتها قد ايه بالظبط. وخلينا نقول امثله على وحده التكلفه. في شركات الملابس مثلا لو بتبيع بالقطعه فوحده التكلفه هي القميص، ولو بتبيع بالدسته فوحده التكلفه هي الدسته. وفي شركات البترول وحده التكلفه البرميل، الهدف ان انا اوصل لتكلفه البرميل كام. ومثلا في شركات الفحم وحده التكلفه الطن، الهدف ان انا اعرف تكلفه الطن كام. فوحده التكلفه او الكوست اوبجكت ممكن تكون منتج او خط انتاج او مشروع او عقار او حتى هدف استراتيجي. فعلشان تعرف تعمل كوستن صح وتاخد قرار مظبوط لازم تحدد الكوست اوبجكت. والكوست اوبجكت زي ما قلنا دي الحاجه اللي انت عاوز تحسب التكلفه بتاعتها، ولازم تكون محدده لان نوع التكلفه بيتغير على حسب الكوست اوبجكت. يعني لو تفتكر لما اتكلمنا قبل كده في قناه باش محاسب لو انت متابع قديم، وقسمنا التكاليف لدايركت واندايركت مثلا، وساعتها قلنا ان القاعده الاساسيه ان هي تكون دايركت لو تقدر تعمل تراسن بسهوله، يعني تقدر تربطها مباشره بوحده التكلفه زي القماش في صناعه الملابس او اجور العمال اللي بيشتغلوا على المنتج. اما اندايركت لو التتبع صعب او التكلفه مشتركه، يعني تكلفه صعب تربطها مباشره بوحده التكلفه زي الايجار مثلا. لو ما فهمتش الفرق ما تقلقش هنرجع نتكلم عنهم تاني. المهم اللي انا عايزك تعرفه كويس ان التكلفه بنقول عليها مباشره او غير مباشره على حسب الكوست اوبجكت. يعني مثلا لو قلت لك فاتوره الكهرباء بتاعه المصنع دي تعتبر تكلفه مباشره ولا غير مباشره، هتقول ايه؟ وهسيبك تفكر شويه.
لازم الاول تحدد وحده التكلفه، لان لو وحده التكلفه هي المصنع يبقى هنا الفاتوره دي تعتبر دايركت كوست، لكن لو وحده التكلفه بتاعتك هي خط انتاج معين ساعتها فاتوره الكهرباء دي هتكون اندايركت كوست. يعني من الاخر حدد الكوست اوبجكت الاول علشان تعرف تصنف التكلفه صح وتاخد قرار مظبوط. زي ما شفنا النهارده فهم الاساسيات هو الخطوه الاولى اللي لازم تبدا بيها علشان تدخل عالم محاسبه التكاليف. اتكلمنا عن انواع التكاليف، الفرق ما بين التكلفه المباشره والغير مباشره، وازاي نحدد وحده التكلفه، لكن ده كان مجرد البدايه. في الفيديو اللي جاي هنكمل الكورس ونتعمق اكتر في المفاهيم اللي لازم تكون عارفها قبل ما ندخل في التفاصيل العمليه. وطبعا لو شايف ان المعلومات ديت مفيده ليك ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناه، الدعم بتاعك بيساعدنا نقدم محتوى اكتر يفيدك. عمرك فكرت ازاي الشركات الكبيرة بتحدد تكلفة المنتج اللي بتصنعه؟ ليه فاتورة كهرباء المصنع أحيانا بتتحسب على المنتج وأحيانا لا؟ لو شغال في محاسبة التكاليف أو عايز تفهم أكتر عن مراكز التكلفة وتوزيع التكاليف، الفيديو ده ليك. النهاردة هنفك ألغاز التكاليف اللي ممكن تكون بتسمع عنها، زي التكاليف المباشرة والغير مباشرة، الكوست بول والكوست درايفر وحاجات تانية كتير. مستعد؟ خلينا نبدأ. في محاسبة التكاليف مفيش تفصيلة بتعدي، كل خطوة في الإنتاج وكل مورد بتتعامل معاه بيأثر على تكلفة المنتج النهائي، سواء بقى خامة غالية، التكلفة زادت، ماكينة بطيئة، الانتاج قل، عامل مش مدرب، في هالك اكتر. فمحاسبه التكاليف ديت انعكاس لكل حاجه بتحصل جوه المصنع. بس السؤال هو ازاي بنحدد ايه هي التكاليف المباشره وايه التكاليف الغير مباشره، وازاي بنحسب نصيب كل منتج من التكاليف الصناعيه الغير مباشره، وايه دور مراكز التكلفه، الكوست بول والكوست درايفر في العمليه دي. في الفيديو ده هنشرح ايه هي مراكز التكلفه وليه هي اساس توزيع التكاليف، والفرق ما بين التكاليف المباشره والغير مباشره، وايه هي التكاليف الصناعيه الغير مباشره وازاي بنجمعها في الكوست بول، واخيرا ازاي بنستخدم الكوست درايفر لتوزيع التكاليف على المنتجات. ركز معايا خطوه بخطوه علشان المفاهيم ديت هي العمود الفقري لاي نظام محاسبه تكاليف. مراكز التكلفه او الكوست سنترز. مركز التكلفه حاجه جوه الشركه عايز اقيس تكلفتها مش المنتج النهائي. يعني لو عايز اقسم الشركه لقطاعات، مثلا شركه مقاولات، وعايز احط مراكز تكلفه، وده علشان اعرف تكلفه كل نشاط لوحده، يعني عندي انشطه كتير زي مثلا نجاره، سيراميك، كهرباء وغيرها، فوحده التكلفه هنا هي المشروع او المبنى، لكن مراكز التكلفه هي الانشطه. طيب المعلومه ديت هتفيدني في ايه؟ هتفيدك في حالات زي لو عايز تعمل بادجت او موازنه تقديريه لمشروع هتشتغله، مثلا تكلفه النجاره كام او تكلفه السيراميك كام، او بتفاضل ما بين اكتر من مورد هتشتري منه، او بتفاضل ما بين اكتر من مقاول ينفذ الشغل. هنا بعمل مركز تكلفه لكل نشاط زي السيراميك، واي مصروفات تخص السيراميك بسجلها فيه. نفس الفكره للكهرباء وهكذا، وده بيساعدك تعرف تكلفه كل مركز تكلفه كام. ومركز التكلفه ممكن يكون قسم جوه شركه، منطقه جغرافيه، منطقه تخزين، شخص زي البياع مثلا. وخلينا دلوقتي نتكلم عن الفرق ما بين الدايركت كوست والاندايركت كوست. وانت بتحاول تحسب تكلفه المنتج بتاعك دايما بتقابل نوعين من التكاليف، اللي هي التكاليف المباشره الدايركت كوست والتكاليف الغير مباشره الاندايركت كوست. طيب التقسيم ده بيتم على اي اساس؟ الفكره كلها في التراستابيليتي، التتبع. هل تقدر تمشي ورا الفلوس ديت لحد ما توصل للمنتج النهائي؟ مثال بسيط، تخيل انك شغال في الاداره الماليه لشركه شغاله في مجال السوفت وير، وعايزين نقسم تكلفه البرنامج لدايركت كوست واندايركت كوست. الدايركت كوست هنا المبرمج اللي شغال على البرنامج ده، لان انا اقدر احسب المنتج ده اخد قد ايه من وقته بالظبط، كده اقدر اعمل تراسن او تتبع للتكلفه. اما الاندايركت كوست فالمبرمج ده شغال تحت بروجكت مانجر، والمدير ده بيراقب على اكتر من برنامج. هنا البرنامج لازم يتحمل بجزء من مرتب لبروجكت مانجر، بس ما اقدرش اقول البرنامج ده كلفني كام من وقته بالظبط. فطبعا الحل لازم اوزع تكلفه البروجكت مانجر على كل البرامج اللي بيتابعها، وده طبعا يعتبر اندايركت كوست. طيب ازاي نتعامل مع الفاكتوري اوفر هيد اللي هي التكاليف الصناعيه الغير مباشره؟ بنجمع كل التكاليف الغير مباشره في حساب واحد اسمه كوست بول او مجمع التكاليف. بعد كده بنوزعها على المنتجات باستخدام الكوست درايفر او محرك التكلفه. الكوست درايفر او محرك التكلفه يعني الحاجه اللي بتحرك التكلفه او السبب في حدوثها، او بمعنى تاني هو العامل اللي بيتحكم في حجم التكاليف وبيسبب زيادتها، زي عدد ساعات العمل او كميه الانتاج. وشرط اساس التوزيع لازم يكون في علاقه سبب ونتيجه ما بين الكوست درايفر محرك التكلفه والتكلفه. مثال عملي، عندك مصنع فيه 5 خطوط انتاج وجات لك فاتوره كهرباء ب 1000 جنيه، لو وزعتها بالتساوي يبقى 200 جنيه لكل خط، وده مش عادل. فالحل دور على الكوست درايفر المناسب. في الحاله ديت ممكن يكون ساعات تصنيع هو الكوست درايفر، فلو اجمالي ساعات تصنيع لكل خطوط 2000 ساعه وخط انتاج رقم واحد اشتغل 500 ساعه، يبقى خط انتاج رقم واحد هيتحمل ب 25% من التكلفه، يعني 52 جنيه. طيب ايه الفرق ما بين مجمع التكاليف الكوست بول
وسلوك التكلفة الكوست بيهيفير. الكوست بول هو الحساب اللي بنجمع فيه كل التكاليف الغير مباشرة زي التكاليف الثابتة زي الإيجار والتأمين، وكمان التكاليف المتغيرة زي الخامات الغير مباشرة والكهرباء. أما الكوست بيهيفير أو سلوك التكلفة فهو الطريقة اللي بتتغير بيها التكاليف مع تغير حجم النشاط أو الإنتاج. وفي 3 أنواع من سلوك التكلفة. النوع الأول التكلفة الثابتة، وديت ما بتتغيرش بتغير حجم النشاط زي الإيجار، فلو بتدفع 1000 جنيه إيجار هتدفعه سواء أنتجت وحدة أو 100 أو مفيش إنتاج خالص. لكن خلي بالك نصيب الوحدة الواحدة من الإيجار بيقل كل ما حجم النشاط زاد، وبيزيد لما النشاط يقل رغم إن الإيجار نفسه ثابت. يعني التكلفة الكلية ثابتة لكن نصيب كل وحدة منها متغير، وده هو جوهر التكاليف الثابتة. تاني حاجة التكلفة المتغيرة، ودي بتتغير بتغير حجم النشاط زي تكلفة الخامات، فلو الوحدة تكلفتها 10 جنيه فالاتنين تكلفتهم 20 والخمسة 50، يعني بتتغير بنمط ثابت فيكسد باتر، يعني تكلفة الوحدة بتفضل ثابتة والتغير بيكون في الإجمالي بس. يعني إيه؟ يعني التغير حصل في الإجمالي مش في سعر الوحدة. تالت حاجة التكلفة المختلطة الميكسد كوست، هي تكلفة فيها جزء ثابت ما بيتغيرش وجزء متغير بيزيد أو يقل حسب النشاط، زي فاتورة الكهرباء فيها جزء ثابت اللي هو الاشتراك وجزء متغير اللي هو الاستهلاك بالكيلو وات. يعني حتى لو المصنع مقفول الاشتراك هيندفع، ولو اشتغل اكتر الاستهلاك هيزيد، وبالتالي الفاتورة بتكبر. وده بيخلي التكلفة المختلطة محتاجة تحليل علشان نفصل الثابت عن المتغير بشكل مظبوط. طيب لو التكلفة الصناعية الغير مباشرة كتير وبتأثر جامد على تكلفة المنتج، فهنا ما ينفعش نوزعها بطريقة عشوائية زي التوزيع على عدد الوحدات مثلا. هنا بنستخدم اسلوب اسمه الاي بي سي كوستين او التكاليف على اساس الانشطه. الفكره ببساطه بدل ما نوزع التكاليف الغير مباشره على المنتجات مباشره بنوزعها الاول على الانشطه اللي بتحصل جوه المصنع زي الصيانه، الفحص، التشغيل، وبعد كده بنوزع تكلفه كل نشاط على المنتجات حسب استخدامه. مثلا النشاط فحص الجوده، والمنتجات اللي بتحتاج فحص منتج A ومنتج B. المنتج A بيتفحص 10 مرات والمنتج B بيتفحص مرتين بس، اذا منتج A بياخد جزء اكبر من تكلفه نشاط الفحص. طيب ليه نستخدم الاي بي سي؟ لانه بيدينا صوره مظبوطه عن تكلفه كل منتج، وبيخلي التوزيع منطقي حسب الجهد اللي اتبذل فعليا لكل منتج مش بالتساوي. هنتكلم عنه بالتفصيل في الفيديو اللي جاي. في النهايه ده كان شرح سريع لمراكز التكلفه والفرق ما بين التكاليف المباشره والغير مباشره، وكمان التكاليف الصناعيه الغير مباشره. في الفيديو اللي جاي هنكمل شرح الاي بي سي كوستنج تكنيك بالتفصيل علشان نعرف ازاي نطبقها بسهوله. طبعا لو عندك اي سؤال سيبه في التعليقات. عمرك فكرت إن طريقة توزيع التكاليف الصناعية الغير مباشرة ممكن تكون السبب في نجاح أو فشل مصنعك؟ يعني لو عندك أكتر من منتج وكل منتج بيمر بمراحل تشغيل مختلفة، يبقى الطريقة التقليدية لتوزيع التكاليف مش كفاية. النهارده هنفهم سوا إزاي ال ABC كوستن بتمنع التوزيع العشوائي وتساعدك تحسب تكلفة كل منتج مظبوط. جاهز؟ يلا نبدأ. قلنا لو الاوفر هيد كتيره جدا وبتمثل جزء كبير من التكلفه بتاعتنا بنلجا دايما لاستخدام الاي بي سي كوستن تكنيك. الاي بي سي كوستن اجباري مش اختياري، وده لاي بيزنس بينتج اكتر من منتج، خصوصا لو مش كلهم بيعدوا على نفس مراحل التشغيل اللي عندك. فكره الاي بي سي كوستن ببساطه انها بتمنع التوزيع العشوائي للاوفر هيد. لو اشتغلت بالطريقه التقليديه اللي بتعتمد على اساس توزيع واحد، الاي بي سي كوستن بتشتغل على كل اكتيفيتي لوحدها، بتبدا تحسب تكلفتها لوحدها وتدور على الكوست درايفر بتاعها وتوزع على هذا الاساس. وللتوضيح تعال نمشي ورا اكتيفيتي ونشوف بيشتغل ازاي. ناخد مثال على تكلفه الصيانه ونشوف المفروض تتوزع ازاي على المنتجات. الخطوه الاولى محتاجين نعرف الصيانه كلفتنا كام، وده بيبقى عن طريق جمع التكاليف المرتبطه باكتيفيتي الصيانه زي تكلفه قطع الغيار اللي استخدمناها، تكلفه العمال اللي بيشتغلوا في الصيانه، واي تكلفه تانية مرتبطه بالنشاط ده. الخطوه الثانيه توزيع الكوست ديت على خطوط الانتاج المختلفه، وده بيتم عن طريق تحديد كل خط من خطوط الانتاج بيكلفك من الاكتيفيتي ده قد ايه. طيب ازاي نحدد الكوست درايفر؟ لو افترضنا ان الكوست درايفر للتكلفه ديت هو عدد ساعات العمل اللي بيشتغلها فريق الصيانه، هنا هتشوف عدد الساعات ديت متوزعه ازاي ما بين خطوط الانتاج المختلفه، والنتيجه بمجرد ما تحدد عدد الساعات لكل خط انتاج هتقدر توزع تكلفه الصيانه بناء على استخدام كل خط لنشاط الصيانه. فمثلا لو اجمالي عدد ساعات الشغل لفريق الصيانه 200 ساعه وخط انتاج معين استخدم 50 ساعه، يبقى كده خط الانتاج ده بيتحمل 25% من اجمالي تكلفه الصيانه، وبكده تكون عرفت تكلفه
كل خط إنتاج. وكده فاضل خطوة واحدة بس لإكمال عملية توزيع التكاليف، وهي تجميع تكلفة كل نشاط على كل خط إنتاج. يعني بعد ما توزع باقي الأنشطة زي الكهرباء والفحص والإشراف بنفس الطريقة، تبدأ تعمل جدول فيه خط الإنتاج، تكلفة الصيانة، تكلفة الكهرباء، تكلفة الفحص، وفي الآخر إجمالي خط التكاليف الغير مباشرة. ودي آخر خطوة في مرحلة تخصيص التكاليف الغير مباشرة، واللي بعدها تقدر تضيفها لتكاليف الخامات والأجور المباشرة، وتحسب التكلفة الكاملة للمنتج أو الخدمة، وتبدأ تعمل تسعير سليم أو تحليل ربحية مظبوط. وخلينا ناخد مثال على توزيع تكلفة الصيانة لشركة إكس. شركة إكس عندها 3 أنشطة بتدعم الإنتاج. مثلا الصيانة تكلفة النشاط 200,000 جنيه، والكوست درايفر أو محرك التكلفة عدد ساعات تشغيل الآلات، وعندنا الكواليتي كنترول أو ضبط الجودة تكلفة النشاط 250,000 جنيه، والكوست درايفر عدد الوحدات المنتجة، وكمان مناولة المواد تكلفة النشاط 50,000 جنيه، والكوست درايفر عدد وحدات المواد الخام المنقولة. تاني حاجة توزيع تكلفة الصيانة على منتجات، فمثلا منتج A يشتغل 10,000 ساعة على الآلات، أو منتج B يشتغل 20,000 ساعة على الآلات، وكده إجمالي ساعات التشغيل 20,000 ساعة. نيجي بعد كده لطريقة الحساب. تكلفة الصيانة لكل ساعة هنقسم 200,000 جنيه على 30,000 ساعة هيساوي 6 جنيه و67 قرش لكل ساعة، وبعدها نحسب نصيب كل منتج. منتج A 6 جنيه 67 قرش في 10,000 ساعة هيساوي 66,000 جنيه و700 جنيه، ومنتج B 6 جنيه و67 قرش في 20,000 ساعة بيساوي 130,000 جنيه. تالت حاجة توزيع الأنشطة التانية. بعد كده هنبدأ نوزع الأنشطة التانية زي ضبط الجودة 250,000 جنيه، والكوست درايفر هو عدد الوحدات المنتجة، وزع التكلفة بناء على عدد الوحدات المنتجة لكل منتج. بعد كده مناولة المواد 50,000 جنيه، الكوست درايفر هو عدد وحدات المواد الخام المنقولة، وهنا هنوزع التكلفة بناء على عدد الوحدات المستخدمة لكل منتج. الخلاصة كل منتج بيتحمل تكلفة بناء على البيانات الفعلية لاستخدامه لكل نشاط. الطريقة ديت بتضمن عدالة في توزيع التكاليف، وده اللي بيميز الاي بي سي كوستنج. وطبعا ما تنساش ان انت ما ينفعش توزع وخلاص، لازم كمان تفهم التكاليف ديت بتتحرك ازاي. يعني قبل ما تاخد اي قرار سواء تسعير او تخفيض او توسيع انتاج، لازم اول حاجه تحلل التكاليف لثابته ومتغيره. تاني حاجه تفهم الكوست بيهيفير او سلوك التكلفه، وده علشان تعرف ايه اللي هيزيد لو زودت الانتاج، وايه اللي هيفضل ثابت مهما حصل، وايه اللي شكله ثابت بس بيتحرك في نطاق معين زي التكاليف المختلطه. فسلوك التكلفه هو مفتاح القرار الصح، لان اللي مش فاهم سلوك التكلفه قراراته دايما هتكون عشوائيه او مضلله، والتكلفه سلوكها ممكن يكون متغير او ثابت. فيكسد كوستس اللي هي التكاليف الثابته بتكون ثابته بغض النظر عن التغير في حجم النشاط. زي بالظبط كده لو بتدفع 1000 جنيه ايجار انت ملزم تدفعها كل شهر، وده بغض النظر عن كونك انتجت 100 او 1000 او ما اشتغلتش اصلا، كده كده هتدفعها. اما بقى الفاريبل كوست او التكلفه المتغيره دي بتتغير مع التغير في النشاط بس بشكل نسبي، يعني تتغير بفيكسد باترن. يعني مثلا لو الوحده بتتكلف تكاليف متغيره ب 10 جنيه يبقى الاثنين 20 والثلاثه 30 وهكذا. كل الموضوع ان هي متغيره لكل اجمالي بس ثابته لكل وحده. زي ما انت شفت التكلفه المتغيره للوحده 10 جنيه، وبنفس الكونسبت او المفهوم برضو التكاليف الثابته تعتبر ثابته ومتغيره، يعني هي ثابته لكل اجمالي لانك ملزم تدفع اجمالي المبلغ، بس متغيره لكل وحده لان نصيب الوحده الواحده من التكلفه الثابته بيقل كل ما عدد الوحدات زاد. وخد بالك ان الكلام ده على الشورت تيرم بس، لان على اللون تيرم بيقول لك ان جميع التكاليف هتختلف، يعني كل التكاليف هتتغير، لان زي ما انت عارف مفيش حاجه بتفضل على حالها. وطبعا مش محتاج اقول لك ان احنا بعد ما نحسب التكلفه بنبقى محتاجين نقلل التكلفه بس من غير ما ناثر على الجوده بتاعتنا، وده بيحصل باكتر من تكنيك. طيب ليه تقليل التكاليف مهم؟ لان كل ما التكاليف قلت كل ما النتائج تبقى اعلى واحسن، وده لان التكاليف هي واحده من اهم الحاجات في البيزنس. فكل ما قدرت الشركه تقلل التكاليف بتاعتها اكيد هيبقى فيه ربحيه اكتر، وطبعا كل ما الشركه تكسب اكتر كل ما حجم اعمالها هيزيد. فدورك كمدير مالي او محاسب تكاليف انك تساعد الشركه ان هي تقلل تكاليفها، بس خلي بالك احنا عاوزين نقلل التكلفه مش الجوده. طيب ازاي تختار التكاليف اللي المفروض توفرها؟ لما تيجي تدور على التكاليف اللي المفروض نوفرها او ما نصرفهاش خالص، دور دايما عن نون فاليو ادين كوست، ودي التكاليف اللي لو قلت مش هتاثر على جوده المنتج او انطباع العميل عن المنتج. مثلا لما شركه كوكاكولا قررت تقلل حجم الازازه بتاعتها من غير ما تقلل الكميه، كان ده مثال واضح على تقليل التكاليف بدون تاثير سلبي. وده ليه؟ لان انا كعميل ما تاثرتش بالموضوع ده لان الكميه لسه زي ما هي، وفي نفس الوقت الشركه قللت تكاليفها. وعلشان تكون عارف في نظريتين في الانتاج، نظريه الدفع
ان انا انتج بكميات كبيره علشان اقلل نصيب الوحده من التكلفه الثابته، وده طبعا ليه عيوب. يعني هيكون عندي حجم مخزون ضخم جدا، فلو شغال في مجال الاغذيه وعندي كميات كبيره ممكن تفسد. تاني نظريه اللي هي نظريه السحب، ان انا انتظر الاوردر من العميل بالكميه اللي هيحتاجها وبعدين ابدا انتج. وطبعا نصيب الوحده بيتغير عكسيا مع تغيير حجم الانتاج. مثلا تكاليف ثابته بتفضل ثابته مهما اتغير حجم الانتاج زي الايجار، لكن نصيب الوحده بيتغير مع تغير حجم الانتاج. يعني لو هوزع تكلفه الايجار على 100 سلعه غير لما اوزعها على 1000 سلعه او وحده. يعني لو عايز تقلل تكلفه السلعه حاول تنتج بكميات كبيره، وده اللي بتعمله الصين. بتقدر تقلل تكلفه المنتج بسبب ان هي بتنتج كميات كبيره قوي، لان كل ما هتنتج اكتر كل ما حصه الوحده من التكلفه الثابته هتقل. اما التكاليف المتغيره فدي بتتغير مع تغير حجم الانتاج زي اجور العمال. والتكاليف المختلطه بيكون فيها جزء ثابت وجزء متغير. والمعضله هنا ازاي افصل ما بين الاثنين، لان في تكاليف بيكون صعب تعرف الجزء الثابت منها من المتغير، وده طبعا بيفيدني لما اجي اعمل موازنه تقديريه. طبعا في طرق كتيره ممكن تستخدمها للفصل ما بين الثابت والمتغير، لكن اسهل طريقه والاكثر استخداما هي طريقه الحد الادنى والحد الاعلى. طريقه الحد الادنى والاعلى لمستوى النشاط بتعتمد على دراسه بيانات التكاليف وحجم النشاط خلال عده فترات زمنيه تاريخيه، وده لتحديد المتغيرات الاساسيه واللي هم 4: حجم اعلى مستوى النشاط يعني اعلى شهر لحجم الانتاج للوحده، وحجم ادنى مستوى نشاط يعني اقل شهر لحجم الانتاج للوحده، والتكلفه عند اعلى مستوى نشاط يعني اكتر شهر انتجت فيه، والتكلفه عند ادنى مستوى نشاط يعني اقل شهر انتاج. طيب ازاي نحسب التكلفه المتغيره للوحده؟ باستخدام معادله بسيطه. التكلفه المتغيره للوحده بتساوي تكلفه الحد الاعلى ناقص تكلفه الحد الادنى على حجم النشاط الاعلى ناقص حجم النشاط الادنى. طيب ازاي نحسب التكلفه الكليه او اجمالي التكلفه؟ التكلفه الكليه بتساوي التكاليف الثابته زائد حجم النشاط بالوحده في التكاليف المتغيره للوحده. وتعالى نشوف مثال علشان تكون فاهم اللي انا بحكي فيه. مثلا عندي بيانات تكلفه الصيانه للمصنع لكذا شهر وعايز افصل الثابت عن المتغير. اول حاجه هنحسب التكلفه المتغيره للوحده بتساوي 18000 ناقص 16000 بين قوسين على 13000 ناقص 11000 بيساوي 1 جنيه. يعني كل واحده بتكلفني تكلفه متغيره 1 جنيه. بعدين هنبدا نحسب التكليف الثابته لشهر ابريل باستخدام معادله التكلفه. التكلفه الكليه بتساوي التكاليف الثابته زائد حجم النشاط في التكلفه المتغيره للوحده، ولما نعوض في المعادله هنقول 18000 زائد 1 في 13000، فالتكاليف الثابته هتساوي 18000 ناقص 13000 بيساوي 5000. التكاليف الثابته هي 5000 جنيه. دي مصاريف صيانه ثابته لازم تدفعها حتى لو مفيش انتاج. بعد كده هنبدا نحدد تكليف حجم النشاط المتوقع لشهر مايو اللي هي 15000 وحده، وباستخدام معادله التكلفه الكليه هنعوض لشهر مايو، والتكلفه الكليه هتساوي 20000 جنيه. كده فهمنا النهارده ازاي نفصل ما بين التكاليف الثابته والمتغيره باستخدام طريقه بسيطه زي اعلى وادنى مستوى للنشاط. دلوقتي تقدر تطبقها في شغلك علشان تتنبأ بالتكاليف وتاخد قرارات مظبوطه. تفتكر بقى ايه اللي ممكن يحصل لو فهمت التكاليف بالشكل ده؟ هتقدر تقلل التكلفه، تحسن الارباح، تسيطر اكتر على شغلك. لو لسه عندك اي سؤال سيبه في التعليقات. خلينا الاول نفرق ما بين التكلفه المشتركه الجوينت كوست والاوفر هيد او التكاليف الصناعيه الغير مباشره. التكلفه المشتركه تكلفه واحده بتتصرف على عمليه واحده بيطلع منها اكتر من منتج في نفس الوقت، زي مثلا لما تذبح بقره بيطلع منها لحمه وكبده وجلد كلهم طالعين من نفس العمليه. اما الاوفر هيد التكاليف الصناعيه الغير مباشره حاجات بتتصرف في المصنع ومش بتروح لمنتج معين، بس من غيرها الانتاج مش هيشتغل، زي كهرباء، صيانه، مشرفين، ايجار وهكذا. والفرق ببساطه التكلفه المشتركه بتكون قبل ما المنتجات تنفصل عن بعض، والاوفر هيد هي مصاريف عامه بتتوزع على كل الشغل. يعني مش كل اوفر هيد هو تكلفه مشتركه، ومش كل تكلفه مشتركه ينفع تسميها اوفر هيد. تمام؟ طيب خليني ارجع تاني ااكد على مفهوم التكلفه المشتركه علشان تكون وصلتك. التكلفة المشتركة ببساطة هي كل التكاليف المشتركة ما بين أكتر من نشاط، يعني مثلا الإهلاك بتاع الهيد أوفيس، أو ممكن يكون الرواتب بتاعة التوب مانجمنت، أو حتى تكاليف البوفيه. كل دي تكاليف بتتصرف علشان تخدم على أكتر من نشاط جوه الشركة، وعلشان تقدر تقول كل نشاط بيكلفك كام بالظبط أكيد هتبقى محتاج توزع التكلفة المشتركة دي. فخلونا الأول نتفق إن دورك كمحاسب تكاليف محترف جوه الشركة بيتيح ليك إنك تعرف كل صغيرة وكبيرة عن نشاط شركتك، وده ببساطة لأن معاك تحليلات لكل مبلغ اتصرف على النشاط وجه منين وراح فين والمفروض اساسا كان يروح فين. دورك كمحاسب تكاليف انك تبص على الدنيا من فوق، بمعنى
وظيفتك ما بتقتصرش على انك تقفل ميزانيه او تعمل ميزان مراجعه وتظبط دنيتك مع الضرايب، كل ده كوم وشغلك جوه غرفه عمليات الشركه وتحليل التكلفه اللي انت بتعملها وبتقدمها للاداره ده كوم تاني خالص. تعالوا بقى نتكلم عن موضوع مهم جدا في موضوعات التكاليف اللي المفروض كمحاسب تكاليف تكون ملم بيها من الالف للياء. يعني ايه منتجات مشتركه؟ المنتجات المشتركه دي ببساطه هي مجموعه منتجات المصنع بيطلعها من عمليه انتاجيه واحده وبنفس المواد الخام، يعني من الاخر بيشتغل شغل واحد بيطلع منه كذا حاجه مع بعض. مثال بسيط، في مجال البترول مثلا، الشركه علشان توصل للبنزين والسولار والزيوت بتبدا تعمل دراسه جدوى واختبارات وبعدين تحفر وتستخرج بترول خام. طول الرحله ديت الشركه بتصرف فلوس على خبراء وعمال ومعدات واكل وشرب وكمان نقل وتشغيل، وكل التكاليف ديت بنسميها تكاليف مشتركه لانها اتصرفت على العمليه كلها اللي طلعت كذا منتج مع بعض لحد ما نوصل لنقطه اسمها نقطه الانفصال، السبليت اوف بوينت، ودي اللحظه اللي نقدر نقول فيها هو ده البنزين وهو ده السولار وهي دي الزيوت. من هنا بقى اي جنيه بندفعه نقدر نربطه بمنتج معين. يعني مثلا لو تعبئه البنزين كلفتنا 10000 جنيه بعد الانفصال، يبقى التكلفه ديت رايحه للبنزين مباشره من الاخر. قبل نقطه الانفصال بتبقى تكاليف مشتركه، وبعد نقطه الانفصال كل منتج بيتحاسب لوحده على تكاليفه. وطبعا لو عايز توزع التكاليف المشتركه على منتجات في طرق معينه بنستخدمها زي السعر النسبي، الحجم، القيمه السوقيه وهكذا. لكن السؤال هنا ازاي اوزع التكاليف المشتركه اللي صرفتها قبل نقطه الانفصال على المنتجات اللي طلعتها ديت وباي اساس؟ طيب دلوقتي انا صرفت $1,000,000 لحد ما وصلت لنقطه الانفصال، اوزعهم ازاي على المنتجات اللي طلعتها؟ سؤال مهم جدا. الهدف اعرف كل منتج من المنتجات المشتركه زي البنزين والسولار والزيت شال قد ايه من التكاليف اللي اتصرفت قبل ما ينفصل. وعندنا كذا طريقه. الطريقه الاولى التوزيع على اساس القيمه البيعيه، السيلز فاليو، يعني نشوف كل منتج سعره كام في السوق ونوزع التكاليف المشتركه على حسب قيمته. مثلا عندنا 3 منتجات، الزيت سعر البرميل 100 جنيه، بنزين 200 جنيه، والسولار 50 جنيه، فالمجموع هيكون 350 جنيه، واجمالي التكاليف المشتركه اللي صرفناها 10000 جنيه. وهنبدا نوزع. نصيب الزيت 10000 في نفتح قوس 100 على 350 بيساوي 2857 جنيه، ونصيب البنزين 10000 في 200 على 350 بيساوي 5714، ونصيب السولار 10000 في 50 على 350 بيساوي 1429 جنيه. الطريقة الثانية صافي القيمة القابلة للتحقق واللي هي ال NRV، ودي بتعتمد على سعر البيع التقديري ناقص تكاليف البيع لكل منتج. يعني نحسب العائد الصافي اللي هندخله فعليا من كل منتج بعد خصم المصاريف البيعية. مثلا البنزين سعر البيع 200 ومصاريف البيع 20 والصافي 180، والزيت والسولار نفس الكلام، فالمجموع هيساوي 180 زائد 90 زائد 45 بيساوي 315 جنيه. وبعدين نبدأ نوزع. البنزين 10000 في 180 على 315 بيساوي 5714، والزيت 10000 في 90 على 315 بيساوي 2857، والسولار 10000 في 45 على 315 بيساوي 1429 جنيه. الطريقة الثالثة التوزيع حسب عدد الوحدات المنتجة، يعني نشوف كل منتج طلع لنا منه قد ايه ونوزع التكاليف على اساس الكمية. مثلا البنزين 100 برميل والزيت 50 برميل والسولار 50 برميل، فالمجموع هيساوي 200 برميل. ونبدأ نوزع. البنزين بيساوي 10000 في 100 على 200 بيساوي 5000 جنيه، والزيت 10000 في 50 على 200 بيساوي 2500 جنيه، والسولار 10000 في 50 على 200 بيساوي 2500 جنيه. الميزة هنا إن هي سهلة، والعيب إنها مش مظبوطة لو في فرق كبير في القيمة بين المنتجات. طيب بعد ما توزع التكاليف المشتركة بتكمل إزاي؟ بضيف التكاليف اللي صرفتها بعد نقطة الانفصال على كل منتج لوحده. مثلا البنزين شال من التكاليف المشتركة 5714 جنيه، وبعد نقطة الانفصال تنقية وتعبئة وشحن 2000 جنيه، يبقى إجمالي تكلفة البنزين 7714 جنيه. ولو طلعت 100 برميل فتكلفة البرميل هتساوي 7714 على 100 بيساوي 77 جنيه. الخلاصة المنتجات المشتركة ديت منتجات مختلفة طلعت من عملية واحدة، والتكاليف المشتركة اللي اتصرفت قبل ما المنتجات ديت تنفصل. وممكن توزع التكاليف بالقيمة السوقية أو صافي القيمة أو عدد الوحدات، وبعدها تحسب التكلفة النهائية لكل منتج وتحدد سعر البيع بناء عليه.
قبل ما تشغل خط الانتاج، قبل ما تشتري اول خامه، قبل ما تمضي عقد مع مورد او تدي شغل لورشه، في حاجه لازم تكون محضرها كويس جدا، واللي هي الستاندرد كوست. لانك ببساطه مش هتعرف تحاسب ولا تراقب ولا تحلل من غير ما يكون عندك مقياس واضح تقول عليه المفروض. عمرك وقفت وسالت نفسك انا بصرف قد ايه علشان اطلع المنتج ده؟ هو المفروض يكلفني كام اصلا؟ ولو عايز اقلل التكلفه ابدا منين؟ لو الاسئله ديت بتدور في دماغك، الفيديو ده معمول ليك، لانه هيفهمك يعني ايه ستاندرد كوست وازاي تبني نظام تكاليف يشوف لك كل جنيه رايح فين بالظبط. اي نظام تكاليف في الدنيا لازم يبتدي من نقطه واحده، الستاندرد كوست بتاع المنتج بتاعي. ليه؟ لان ده المعيار اللي بقيس عليه كل حاجه بعد كده. هل الانتاج كلفني اكتر؟ هل صرفت زياده على الخامات؟ هل في نشاط بيتكلف وما بيضيفش قيمه؟ الستاندرد كوست هو الاساس اللي بقارن عليه الواقع. طيب ايه اللي ممكن يحصل لو بدات تشغيل من غير ستاندرد كوست؟ مش هتعرف تحدد التكلفه الحقيقيه، مش هتقدر تتابع الانحرافات، اي بادجت هتعملها هتكون عشوائيه، ومش هتعرف تطلع تقارير تكاليف تقنع الاداره او المستثمرين. بمعنى اصح هتشتغل على العناء، والفلوس هتتبخر واحده واحده من غير ما يكون عندك اي مؤشر يقول لك بتصرف فين، ليه، ولا بتكسب ازاي. والجميل في الموضوع انك مش لازم تستنى تشغيل علشان تحلل، كل حاجه بتبتدي من البلاننج، من التخطيط. والستاندرد كوست هو اداه التخطيط والتحكم الاساسيه لاي مصنع او شركه بتفكر صح. فقبل ما تبدا تشغيل لازم تكون محضر معايير قياسيه لكل مدخلات انتاج، فهم حقيقي للانشطه، رؤيه واضحه للتكلفه المفروضه على كل منتج. ومن هنا تقدر تقول بكل ثقه انا متحكم في التكاليف، مش التكاليف اللي بتحكمني. طيب يعني ايه الستاندرد كوست؟ ببساطه هي الكميه في السعر. يعني انا كمنتج او خدمه مفروض استهلك قد ايه خامات، وادفع قد ايه اجور، واصرف قد ايه اوفر هيد. كل ده بيتحسب على الثلاث عناصر الاساسيه اللي هي المواد الخام، الماتيريال، والليبر، العماله، والتكاليف الصناعيه الغير مباشره، الاوفر هيد. طيب ليه استخدم ستاندرد كوست من الاساس؟ علشان اقدر اقارن الواقع بالمفروض، اقدر اعرف الانحرافات واحللها، اقدر اعمل تسعير مظبوط، واهم حاجه اتحكم في المصاريف قبل ما تخرج مش بعد ما خرجت. طيب اجيب الارقام دي منين؟ عندك طريقتين تمشي بيهم. اول حاجه تحليل البيانات التاريخيه، يعني بص على انتاجك اللي فات وشوف كل منتج بياخد قد ايه خامات، وقت، ومجهود، وده بيديك متوسط الكميه المستخدمه. بس خلي بالك استخدام البيانات التاريخيه لتحديد الكميات مش الاسعار. الاسعار لازم تاخدها من العقود او مصادر موثوقه، وتاخد بالك من التضخم. تاني طريقه تحليل الانشطه، لو البيانات عندك مش مظبوطه او مش موجوده اصلا يبقى تبدا من الصفر، تمسك كل نشاط في الانتاج وتفهم النشاط ده بيستهلك ايه، بياخد وقت قد ايه، ومين بيشتغل عليه. وده بنسميه اكتيفيتي بيس ثينكينج، وده اساس كل حاجه في البيزنس. طيب ليه تحليل النشاط مهم جدا؟ عايز تقلل التكاليف، حل الانشطه وشوف ايه اللي ملوش لازمه وبيكلفك كتير. عايز تعمل بادجت، ابدا بالانشطه وحدد لكل نشاط ستاندر خاص بيه. عايز تعمل نظام رقابه داخليه، لازم تفهم الانشطه الاول، وده علشان تحط كنترول حقيقي. عايز تطور السيستم، لازم تبدا من نشاط، مفيش غير كده، وده لازم يتعمل كل سنه على الاقل ويتوثق كويس علشان يكون مرجع لاي تحليل او قرار. نيجي بقى للانظمه الاساسيه في محاسبه التكاليف. في نظامين مفيش غيرهم. اول حاجه نظام الاوامر الانتاجيه، الجوب اوردر كوستنج، بنستخدمه لما يكون عندي طلبيه مخصوص لعميل زي مشروع معين او موديل معين في الاحذيه. مثلا كل امر انتاجي بيتحسب له خامات، اجور، تكاليف غير مباشره بنوزعها بتقدير. الاساس هنا ان كل امر ليه تكلفه خاصه بيه وبيمر بالدوره تحت التشغيل، منتج تام. تاني نظام المراحل الانتاجيه، البروسيس كوستنج، بنستخدمه في الصناعات اللي بتنتج بكميات كبيره وبشكل متكرر زي مصانع الاسمده، الدقيق، العصاير. الانتاج بيعدي على مراحل وكل مرحله بتتعامل كمركز تكلفه. مثلا مصنع ملابس، في فرز، في قص، في تفصيل، في تشطيب لكل قسم. مركز التكلفه وكل مرحله ليها تكلفتها، ونقدر نعرف تكلفه المنتج بعد ما يعدي عليهم كلهم. الهدف النهائي من كل ده اعرف تكلفه الوحده كام، بس علشان اوصل للسعر ده لازم اعرف كل مرحله كلفتني قد ايه. طيب لما اجي اعمل كوست ريبورت ابدا بايه؟ لازم اوضح الابروتش اللي سجلت بيه التكاليف، الطريقه، الخامات، الاجور، الاوفر هيد. كل طريقه منهم بتقول رساله مختلفه، ولازم تبقى واضحه في التقرير علشان اللي يقرا يفهم. وخلي بالك مفيش رقابه من غير مقياس، ومفيش مقياس ادق من الستاندرد كوست. هو اللي المفروض يقول لك تصرف كام ومنه تعرف انت اشتغلت صح ولا لا. الخلاصه مفيش نظام تكاليف من غير ستاندرد كوست. لو مش عندك داتا اعمل اكتيفيتي اناليسيز. النظام لازم يتناسب مع طبيعه شغلك، اوامر ولا مراحل، والتقارير لازم تكون مفهومه ومبنيه على ابروتش واضح.
ازاي ابني نظام التكاليف المناسب لشركتي؟ كل ما تسعر تقول يعني تقريبا كده، كل ما المدير يسالك تقول متهيألي، يبقى انت ماشي من غير نظام تكاليف، وده اخطر من الخساره نفسها. والحل لازم تبني نظام تكاليف يشوف لك كل جنيه رايح فين وراجع بايه، سواء بقى شغال باكسل على برنامج او حتى لو لسه بالورقه والقلم. المهم انك تبني نظام يناسب شغلك ويتكون من 3 محاور واضحه: المخازن، العماله، والربط المحاسبي. لو فهمت ال3 دول هتقدر تعرف المنتج اتكلف كام، وهتبدا تاخد قرارات وانت واقف على ارض صلبه، وبدون ما تقول كلمه تقريبا وتقعد تخمن قبل ما تسال نفسك انا كسبت ولا خسرت. وقبل ما تراجع اسعارك او تفكر تقلل المصاريف، لازم الاول تسال السؤال الحقيقي: انا فاهم المنتج بتاعي بيكلفني كام وليه؟ لو اجابتك مش واضحه يبقى انت لسه ما عندكش نظام تكاليف فعلي، والفيديو ده معمول علشان يوصلك لاجابات حقيقيه. اول حاجه، يعني ايه نظام تكاليف عملي؟ نظام التكاليف هو ببساطه الطريقه اللي بتخليك تعرف كل منتج يتكلف قد ايه، كل مرحله انتاج بتصرف قد ايه، وكل نشاط في شركتك بيرجع لك بايه. بس نظام مش مجرد جدول في اكسل وخلاص، النظام بيتبني على 3 محاور اساسيه، من غيرهم هتفضل تايه. المحور الاول نظام المخازن وتكويد الخامات. لو ما عندكش نظام مخازن واضح، عمرك ما هتعرف الخامه راحت فين ولا المنتج ده اتكلف قد ايه من المواد الخام. شغلك بيبدا من هنا. لازم يكون عندك مخازن متقسمه صح: خامات، انتاج تحت التشغيل، تام. لازم تكون مكود الاصناف بشكل شجري، مثلا خامات اخشاب، خشب زان، او مواد تعبئه كرتونه مقاس 40 في 25. وضروري تقسم الاصناف لمجموعات مثلا حسب الاستخدام او النوع. ده هيساعدك في تتبع الصرف مظبوط وتطلع تقارير انتاجيه قويه، وربط كل خامه بالمنتج اللي استهلكها فعلا. لما تيجي تصرف خامه من المخزن، لازم يكون عندك اذن صرف مربوط بامر انتاج او مرحله انتاج، علشان تقدر تقول الكشكول ده يستخدم ورق بكام والغلاف بكام. المحور الثاني نظام العماله وتكاليفها: الساعه اللي العامل بيشتغلها فلوس داخله في المنتج، فلو ما حسبتش ده صح عمرك ما هتسعر صح. لازم يكون عندك نظام يحدد كل عامل يشتغل قد ايه على انهي منتج او مرحله، وسعر الساعه قد ايه. لو العامل بيشتغل باليوميه، تقسم الاجر حسب وقت الشغل. لو بالقطعه، تحسب عدد الوحدات في اجر الوحده. ولو بالشهر، توزع حسب عدد ساعات العمل الفعليه. والمهم انك تفصل ما بين العماله المباشره اللي بيشتغل فعلا على المنتج والعماله الغير مباشره زي مشرفين او امن او نقل داخلي، وكل ده لازم يتسجل في كشف ساعات مرتب علشان تقدر تقول المنتج ده كلفني 5 ساعات نجاره في 25 جنيه ب 125 جنيه اجور. المحور الثالث ربط نظام التكاليف بالمحاسبه الماليه. اكبر غلطه ان نظام التكاليف يبقى شغال لوحده والحسابات شغاله في وادي تاني. لازم كل حركه تكاليف جوه الانتاج يكون ليها قيد محاسبي واضح. يعني لما تصرف خامه تعمل قيد من حساب الانتاج تحت التشغيل لحساب مخزون المواد الخام. لما تدفع اجور تعمل قيد من حساب الانتاج تحت التشغيل لحساب الاجور المستحقه. ولما تنقل المنتج من مرحله لمرحله، من حساب مثلا مرحله التشطيب لحساب مرحله التفصيل. كل ده لازم يتسجل ويتربط بدليل حسابات علشان تطلع قوائم ماليه مظبوطه تقدر توصل من التقارير التحليليه للتقارير الماليه مباشره. خلاصه الجزء ده، قبل ما تفكر في اي نظام تكاليف، ابدا انك تتبنى ال3 محاور دول جوه شغلك: نظام مخازن قوي مكود صح، نظام عماله مظبوط بيحسب الساعه بكام، ونظام محاسبي مربوط بقيود منظمه. وده الاساس اللي هنبدا نطبق عليه بعد كده نظام المراحل الانتاجيه او نظام الاوامر، وده خطوه بخطوه. تعال بقى نتكلم بشكل تفصيلي اكتر عن انظمه التكاليف، ونبدا بنظام المراحل الانتاجيه. كتير من المصانع شغلها مش بيكون على حسب طلبيه معينه، لكن بيشتغلوا نظامي بكميات كبيره ومنتجات شبه بعض، زي مثلا مصانع العصاير او الاسمنت او الورق او الملابس. في الحاله ديت مفيش حاجه اسمها امر انتاج لعميل، في انتاج شغال بيمر على مراحل محدده، وكل مرحله مسؤوله عن جزء من المنتج، ولازم اعرف كل مرحله كلفتني قد ايه. نظام المراحل الانتاجيه هو نظام بنستخدمه لما المنتج يمر على اكتر من مرحله او قسم، وكل مرحله بتنفذ خطوه من خطوات التصنيع. مثلا مصنع الكشاكيل بيشتغل تقطيع الورق، تجميع الصفحات، تغليف، تشطيب وتعبئه. كل مرحله من دول بتستهلك خامات وبتاخد وقت وبيشتغل فيها عماله، وطبعا فيها مصاريف غير مباشره زي كهرباء او صيانه او مشرفين. طيب ايه دور محاسب التكاليف هنا؟ هنا مهمتك واضحه: بتحسب المنتج ده اتكلف كام في كل مرحله وتنقله للمرحله اللي بعدها بنفس التكلفه، وتتابع التكاليف اللي بتخرج من كل قسم رايحه فين، وفي الاخر تطلع تكلفه المنتج التام بالكامل. طيب ازاي بتمشي الدوره المحاسبيه في النظام ده؟ اول خطوه شراء الخامات، مثلا من حساب مخزون المواد الخام لحساب الموردين. تاني حاجه صرف خامات للمرحله الاولى. اداره الانتاج بتطلع اذن صرف من المخزن، بيتم الصرف الفعلي، بيكون من حساب الانتاج تحت التشغيل المرحله الاولى لحساب مخزون المواد الخام. وتالت حاجه تسجيل الاجور وتكاليف التحويل. بنبدا نحسب اجور العاملين على المرحله ونضيف مصروفات زي الايجار والكهرباء، وبنعمل قيد من حساب الانتاج تحت تشغيل المرحله الاولى الى مذكورين: حساب الاجور وحساب مصروف الكهرباء، ومعاهم حساب مصروف الصيانه.
في المرحله ديت لو الانتاج كان 10000 كشكول، فتكلفه الكشكول في المرحله ديت بيساوي 3 جنيه، جنيه خامات و2 جنيه تحويل. رابع حاجه نقل المنتج للمرحله الثانيه. لما المرحله الاولى تخلص بننقل الناتج للمرحله الثانيه من حساب مثلا الانتاج تحت تشغيل المرحله الثانيه لحساب الانتاج تحت تشغيل المرحله الاولى، وهكذا لحد ما المنتج يوصل لمرحله المنتج التام. واهم تقاريرك في النظام ده تقرير تكلفه كل مرحله، وتقرير مقارنه ما بين الكميه المستلمه والمنصرفه، وتقرير انحرافات التكاليف ده لو موجود ستاندرد كوست، وكمان تقرير معدل انتاجيه العماله في كل مرحله. الفرق بينك وبين المحاسب المالي هنا، المحاسب المالي هدفه يطلع القوائم الماليه، لكن انت كمحاسب تكاليف هدفك تعرف المنتج ده كلفك قد ايه بالظبط في كل خطوه، وتحلل هل في مرحله تصرف اكتر من الطبيعي، وتشوف فين تقدر تقلل او تطور. اما نظام الاوامر الانتاجيه مش كل المصانع بتشتغل بكميات كبيره، يعني على مراحل. في مصانع تانية تشتغل على حسب الطلبية، يعني العميل هو اللي بيطلب والمصنع بينفذ، زي مثلا مصنع بيصنع أساس حسب مقاسات معينة، أو ورشة بتعمل يافطات دعائية حسب التصميم، أو مصنع بيجهز منتج مخصوص حسب لون أو خام. في الحالة ديت كل أمر إنتاج هو مشروع مستقل، ولازم تعرف اتكلف قد إيه من أول مسمار لحد التوصيل. نظام الأوامر الإنتاجية هو نظام بنستخدمه لما كل منتج أو طلبية يكون ليها مواصفات خاصة، والتكاليف بتتحسب على كل أمر إنتاج لوحده. طيب إزاي بنشتغل عليها خطوة بخطوة؟ أول حاجة شراء المواد الخام. بنشتري خامات ونخزنها كالمعتاد ونسجلها في قيد من حساب مخزون المواد الخام لحساب الموردين. تاني خطوة صرف الخامات لأمر إنتاج معين، وده بإذن صرف في رقم الأمر الإنتاجي، مثلا من حساب إنتاج تحت تشغيل أمر 15 إلى حساب مخزون المواد الخام. ولو رجع خامات للمخزن بنسجلها بقيد عكسي بنفس الطريقة. ثالث خطوة حساب تكلفة الأجور المباشرة. بنحسب عدد الساعات اللي اشتغلها كل عامل على أمر معين ونضربه في معدل أجر الساعة. مثلا أحمد اشتغل 5 ساعات في 20 جنيه ب 100 جنيه، وحسن اشتغل 7 ساعات في 10 جنيه ب 70 جنيه، إذا المجموع 170 جنيه. ونسجل قيد من حساب إنتاج تحت تشغيل أمر 15 إلى حساب أجور مستحقة الدفع. ورابع خطوة توزيع التكاليف الصناعية الغير مباشرة، ودي زي إشراف، كهرباء، استهلاك، مواد مساعدة زي غيرة مثلا أو مسامير. المهم هنا إنك تختار أساس توزيع مناسب، يعني ما توزعش بالكيلو وخلاص. مثلا لو عندي أوامر 15 و16 و17 واستهلكوا مواد خام، مثلا أمر 15 100,000 وأمر 16 200,000 وأمر 17 300,000، التوزيع هيكون بنسبة 1 ل 2 ل 3. فلو التكاليف الغير مباشرة بتساوي 10,000، فنصيب أمر 15 مثلا 10,000 في 1/6 بيساوي 1667 جنيه. ونعمل القيد من حساب إنتاج تحت التشغيل أمر 15 إلى حساب التكاليف الصناعية الغير مباشرة. بعد ما تخلص جمع كل التكاليف وتحدد هامش الربح، مثلا لو حابب تضيف هامش ربح 25%، إذا سعر البيع 132,500 جنيه. طيب ليه النظام ده مناسب لبعض المصانع؟ لأنه بيدي دقة عالية لكل طلبية، وسهل تقارن ما بين أمر والتاني، وسهل تراجع وتعدل لو حصل أي خسارة أو تأخير. ودلوقتي نتكلم عن التكاليف الصناعية الغير مباشرة. كتير من المحاسبين بيركزوا على الخامات والأجور، بس بينسوا جزء كبير من التكلفة اسمه التكلفة الصناعية الغير مباشرة، اللي لو ما حسبتهاش صح ممكن تظلم منتج وتكسب في حاجة وتخسر في التانية وانت مش واخد بالك. طيب يعني ايه تكاليف صناعية غير مباشرة؟ هي التكاليف اللي بتدخل في الانتاج لكن مش مرتبطة مباشرة بمنتج معين، زي مثلا اشراف الانتاج او الكهرباء او الايجار او صيانة الماكينات او استهلاك الالات، او زي ما قلت لك ادوات مساعدة زي المسامير او الغيرة. طيب المشكلة فين؟ المشكلة ان مفيش منتج بعينه ونقدر نحملها عليه مباشرة، فلازم نوزعها باستخدام طريقة منطقية وعادلة. فلازم تختار اساس توزيع مناسب، يعني تختار معيار منطقي يكون السبب في ان التكلفة دي تعلى او تقل. واشهر اسس التوزيع عدد ساعات العمل المباشر لو الانتاج بيعتمد على وقت الشغل اليدوي، وتكلفة المواد المباشرة لو المواد هي العنصر الاكبر والاوضح في المنتج، او عدد وحدات الانتاج لو كل المنتجات متشابهة في الوقت والمجهود، او على حسب عدد اوامر الانتاج لو كل طلبية مختلفة بس بتستهلك نفس المواد. خد بالك اختيارك لاساس التوزيع بيأثر على كل الارقام اللي بعد كده، يعني لو وزعت غلط التكلفة هتظهر مش مظبوطة وسعر البيع هيبقى غلط، وسهل جدا تاخد قرارات خسران. الخلاصة التكاليف الغير مباشرة مش باينة بس موجودة، ولازم تتحمل على المنتجات بعدل، وكل ما الأساس كان منطقي كل ما تحليلك هيكون أدق. تعال بقى نختم بتقارير التكاليف، واللي بيميز محاسب التكاليف المحترف مش بس إنه عارف الأرقام، لكن إنه عارف يشرحها ويوصلها، ويعرف يجاوب بمنتهى الثقة على السؤال اللي بيتكرر كل شهر: إحنا صرفنا قد إيه؟ طيب ليه؟ والمنتج ده بيكسب ولا بيخسر؟ والإجابة ديت عمرها ما هتطلع من فراغ، لازم تطلع من تقارير مظبوطة. طيب إيه هي أهم التقارير اللي لازم نطلعها كل شهر أو مع كل أمر إنتاج؟
انتاج. اول تقرير تكلفه الوحده، اليونت كوست ريبورت. ده الاساس، بتقول فيه المنتج ده كلفني قد ايه خامات، قد ايه اجور، قد ايه تكاليف غير مباشره، واجمالي التكلفه كام، ولو حبيت ابيع بكام علشان اعمل هامش ربح معين. وده بيخلي الاداره تاخد قرارات تسعير مظبوطه 100%. تاني تقرير تكلفه كل امر انتاج، واللي اسمه جوب كوست شيت. في نظام الاوامر كل اوردر لازم يكون ليه ملف تكتب فيه رقم الامر، العميل، الخامات اللي انت استخدمتها، عدد ساعات الشغل، التكاليف الغير مباشره، وكمان اجمالي التكلفه والتاريخ اللي بدا وانتهى فيه. التقرير ده بيستخدم للمراجعه والتسعير المستقبلي والمقارنه ما بين الطلبات. ثالث تقرير تكلفه المراحل، البروسيس كوست ريبورت. في نظام المراحل لازم تطلع تقرير بكل مرحله وتكلفتها، وده بيساعدك تعرف فين المشكله، انهي مرحله اللي بتاكل فلوس اكتر، وهل الانتاجيه طبيعيه ولا لا. رابع تقرير مقارنة التكلفة الفعلية بالقياسية. لو عندك ستاندرد كوست، ده أهم تقرير، بيقول لك المنتج ده كان المفروض يكلفني كذا لكن كلفني كذا، الفرق في الخامات ولا الأجور ولا في الوقت، اتصرف ازاي واصلح فين. خامس تقرير حركه مراكز التكلفه. ده بيقول لك كل مركز تكلفه صرف كام ودخل له قد ايه ورصيده كام. سادس تقرير تحليل الربحيه، البرودكت بروفيتابيلتي. ده بقى اللي بيربط شغلك كله بباقي الاداره. المنتج ده بيغطي تكلفته؟ طيب بيحقق هامش ربح ولا بيخسر؟ الخلاصه، التقارير هي لسان محاسبه التكاليف، من غيرها الاداره هتفضل بتشتغل على عماها ومش هتعرف تاخد قرارات الا متاخره او غلط. لكن لما تقدم تقارير واضحه ومظبوطه ومفسره، هتبقى مش بس محاسب، تبقى دراع تحليل الاداره. طيب ازاي تطبق كل الكلام اللي في الفيديو ده فعليا في مصنعك من بكره؟ ده السؤال الطبيعي دلوقتي. انا عرفت يعني ايه نظام تكاليف والمراحل والاوامر والتقارير، بس ابدا منين واعمل ايه بكره الصبح؟ انا هقول لك تمشي على خطوات بسيطه تطبقها حتى لو مصنعك شغال ورق او ببرنامج او حتى لسه بتبدا. الخطوه الاولى، امسك الورقه والقلم وارسم النشاط بتاعك. قسم شركتك مراحل او اقسام. هل عندك انتاج بيعدي على اكتر من قسم؟ هل شغلك على طلبيات ولا انتاج متكرر؟ هل المواد بتيجي جاهزه ولا فيها تجهيز داخلي؟ الهدف تحدد هل شركتك هتشتغل بنظام المراحل ولا نظام الاوامر. الخطوه الثانيه، نظم المخازن وكود الاصناف. اعمل ملف اكسل او افتح برنامجك وابدا اشتغل على مخزن خامات، مخزن انتاج تحت تشغيل، مخزن منتج تام، وكل وصف ليه كود واضح، ليه وحده قياس وليه مجموعه خاصه بيها. والهدف تعرف كل خامه رايحه فين وكلفت قد ايه. الخطوه الثالثه، تعمل كشف بسيط لتكلفه العماله. كل عامل شغال على ايه، بياخد كام، اشتغل كام ساعه. ابدا سجلهم يدوي او في ملف. لو العماله متغيره او موسميه، خصص عمود لكل يوم او كل اوردر. والهدف تبدا تحسب الاجور بشكل واضح ومربوط بالمنتج. الخطوه الرابعه، حدد التكاليف الغير مباشره وابحث عن اساس التوزيع. ايجار المصنع، كهرباء، مواد مساعده، وزعهم بناء على عدد ساعات العمل او الخامات او وحدات، وابدا بالتقريب، لكن سجل دايما الاساس اللي استخدمته. والهدف هنا ان يكون عندك منهج لتوزيع التكاليف على المنتجات. الخطوه الخامسه، سجل كل العمليات ديت في قيود يوميه بسيطه حتى لو على ورقه او في اكسل. يعني اشتريت خامه، اعمل قيد. صرفت خامه، اعمل قيد انتاج تحت تشغيل. حسبت اجور، اعمل قيد اجور. نقلت من مرحله لمرحله، اعمل قيد تحويل. خلصت انتاج، اعمل قيد منتج تام. اتباعت، اعمل قيد تكلفه البضاعه المباعه. الهدف انك توصل في الاخر لقيمه المنتج وتعرف تكمل دوره محاسبيه حقيقيه. الخطوه السادسه، ابدا طلع اول تقرير يدوي وابدا بتقرير بسيط زي ده وشوف بنفسك هل الرقم ده منطقي، المنتج ده بيتباع بكام، هتكسب منه قد ايه. واهم نصيحه اختم بيها الفيديو، ابدا صغير بس ما تتاخرش. مفيش نظام بيتبني في يوم، بس مع كل خطوه بتقربك اكتر من تحكم حقيقي في شغلك، ومع الوقت هتلاقي نفسك بتسعر صح وبتكسب بوعي وعندك رد واضح على اي سؤال بيجي من الاداره او جاي من دماغك. لو عجبك الفيديو ده اعرف انها مش نهايه السلسله، ده بدايه لتطبيق عملي نقدر بعده نشتغل على قالب اكسل جاهزه، ملفات تقارير، داشبورد، تدريبات للموظفين، او حتى توثيق رسمي لنظام التكاليف جوه الشركه. اخيرا لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناه وتفعل جرس التنبيهات علشان يوصلك كل جديد اول باول. اشوفكم في الفيديو اللي جاي. سلام.